2028 انا نعطيك معلومه انه المروك حابين يزيدوا ينظموها. حقرتيهم فهمتني، حابين ينظموا كاس افريقيا 2028 يعاودوها. ماشي عيب. وانا لو كان بيدي المنتخب الوطني يروح بالفريق تاع المحليين. خلنا عليك والله. نروحوا بالفريق تاع المحليين، ما نكلفوش عناء دائما، ما نتيرونجيوش يعني اللاعبين هادو المحترفين وكذا والاطر الفنيه هذه الكبيره. نروحوا بفريق محلي مدرب محلي، نروحوا من اجل المشاركه فقط، مشاركه رمزيه. خاطرش علاش الحقيقه يبانت الفضائح هذو الكواليس تاع التحكيميه. انت علاش تخسر الدراهم والاموال تاعك ولا تخسر التحضيرات ولا دير تربصات ولا خلي نروحوا بالفريق الثالث نلعبوا ونخرجوا من دور المجموعات. زوينه هذه فكره غادي نحاول معاه. وربما اسمح لي امين، وربما الان بعدما خسرت المغرب الكاس قد يعاد تنظيم الكاس في 2028، وربما سيمنح المغرب شرف تنظيم كاس افريقيا 2028. المغاربه غضبوا كثيرا من حسام حسن مدير الفني المنتخب يعني المصري، وجه لما قال بان الفندق لم يكن في مستوى عالي 5 نجوم. نعم، وغضبوا ايضا من السنغاليين الذين تعجبوا تنقلهم بالقطار، وايضا حتى المنتخب المصري تنقل بالقطار. يعني امور خارجه عن مجال كره القدم. وفي هذه الدوره خلاص لا وجود لمصداقيه بالنسبه للاتحاد الافريقي، لان على مرأى العالم باسره. هل هي بدايه السقوط؟ نعم، انا بالنسبه لي بشرط واحد، أن المنتخبات التي تعرضت للظلم بمعية المنتخب السنغالي الفائز بالعدالة الإلهية في النهائي تقف رقفة رجل واحد ضد كل من موتسيبي والقجع. هل سيسقط موتسيبي وأتباعه أمين في السنوات القادمة أو في الأشهر القادمة ربما؟ لابد إن شاء الله فرعون وسقط. بدأت أتابع نهائيات كأس إفريقيا منذ 1990، وهي الكأس الأولى التي فازت بها الجزائر. بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتنظيم كأس الإفريقية 2028 في المغرب، وبعد الاتحاد الإفريقي ما هو بقى دلوقتي بيحاول إن هو ينظم أي بطولة تخص الكاف داخل المغرب لعدة أسباب. أول سبب وهي البنية التحتية القوية اللي موجودة في المغرب. تاني سبب وهو التنظيم القوي والملاعب العملاقة اللي تضاهي ملاعب العالم. طالع بعض الإعلام الجزائري يقلل من هذا الإنجاز ويقول لك لو البطولة اتنظمت في المغرب هيتم لعب البطولة بالناشئين والمنتخب الأول مش هيروح. أهلا بيك يا صديقي العزيز في حلقة جديدة وحلقة نارية. كل اللي أنا طالبه من حضرتك لايك وشير للفيديو عشان الحلقة دي توصل لغيرك. عشان ما طولش عليك المقدمة، تعال نسمع الفيديو اللي معايا واستناني بعد نهاية الفيديو. 2028 انا نعطيك معلومه انه المروك حابين يزيدوا ينظموها. حقرتيهم فهمتني، حابين ينظموا كاس افريقيا 2028 يعاودوها. ماشي عيب. وانا لو كان بيدي المنتخب الوطني يروح بالفريق تاع المحليين. خلنا عليك والله. نروحوا بالفريق تاع المحليين، ما نكلفوش عناء دائما، ما نتيرونجيوش يعني اللاعبين هادو المحترفين وكذا والاطر الفنيه هذه الكبيره. نروحوا بفريق محلي مدرب محلي، نروحوا من اجل المشاركه فقط، مشاركه رمزيه. خاطرش علاش الحقيقه يبانت الفضائح هذو الكواليس تاع التحكيميه. انت علاش تخسر الدراهم والاموال تاعك ولا تخسر التحضيرات ولا دير تربصات ولا خلي نروحوا بالفريق الثالث نلعبوا ونخرجوا من دور المجموعات. زوينه هذه فكره غادي نحاول معاه. وربما اسمح لي امين، وربما الان بعدما خسرت المغرب الكاس قد يعاد تنظيم الكاس في 2028، وربما سيمنح المغرب شرف تنظيم كأس افريقيا 2028. المغاربه غضبوا كثيرا من حسام حسن مدير الفني المنتخب يعني المصري، وجه لما قال بان الفندق لم يكن في مستوى عالي 5 نجوم. نعم، وغضبوا ايضا من السنغاليين الذين تعجبوا تنقلهم بالقطار، وايضا حتى المنتخب المصري تنقل بالقطار. يعني امور خارجه عن مجال كره القدم. وفي هذه الدوره خلاص لا وجود لمصداقيه بالنسبه للاتحاد الافريقي، لان على مرأى العالم باسره. هل هي بدايه السقوط؟ نعم، انا بالنسبه لي بشرط واحد، أن المنتخبات التي تعرضت للظلم بمعية المنتخب السنغالي الفائز بالعدالة الإلهية في النهائي
تقف رقفة رجل واحد ضد كل من موتسيبي والقجع. هل سيسقط موتسيبي وأتباعه أمين في السنوات القادمة أو في الأشهر القادمة ربما؟ لابد إن شاء الله فرعون وسقط. بدأت أتابع نهائيات كأس إفريقيا منذ 1990 وهي الكأس الأولى التي فازت بها الجزائر هنا على أرض الشهداء. لم أشهد ولم أشاهد ولم أحضر لأي دورة إفريقية يترك فيها الجانب الفني جانبا ويركز الجميع على التحكيم والتنظيم واللا عدالة واللا نزاهة والأمور الخارجة عن كرة القدم. حتى حتى البرامج الرياضية تحولت من التحليل الفني، وشفنا قنوات كبيرة صارت تنأى بنفسها عن التحليل الفني وتنتقل للجوانب الأخرى والحديث عن التحكيم وعن كذا وعن التصريحات والتصريحات المضادة، ولماذا هذا شجع هذا، ولماذا هذا لم يقف مع هذا، ولماذا مدرب المنتخب الفلاني يتحدث عن أمور خارجة عن مجال كرة القدم. وفي هذه الدورة خلاص لا وجود لمصداقية بالنسبة للاتحاد الافريقي لأنها على مرأى العالم بأسره. هل هي بداية السقوط؟ نعم، أنا بالنسبة لي بشرط واحد أن المنتخبات التي تعرضت للظلم بمعية المنتخب السنغالي العدالة الإلهية في النهائي تقف رقفة رجل واحد ضد كل من موتسيبي والقجع. هل سيسقط موتسيبي وأتباعه أمين في السنوات القادمة أو في الأشهر القادمة ربما؟ لابد إن شاء الله فرعون وسقط. شكرا. نعم، فرعون وسقط. شوف الطغيان واستعمال طرق ملتوية في السلطة هذا عمره ما راح يديك النتيجة. راح تسقط اليوم، إذا ماشي اليوم غدا، إذا ماشي غد بعد غد تسقط. وبعد هذه ضربة اليوم، ضربة النهائي وكل ما حدث في هذا النهائي وتتويج السنغال، اعتقد انه بتتويج السنغال اكيد، اعتقد انه ضربه يتكلموا. نعم، الصحافه العالميه قاعد تتكلم وش المحزن. اكيد اعتقد انها ضربه مسبقه للاتحاد الافريقي الذي طفح به الكيل. خلاص كما نقولوا بلغ السيل الزوبة. وراك داي افريقيا انت تتحكم فيك اوروبا كما تشاء، تتحكم فيك الفيفا كما تشاء، يأجلوا ويقدموا النسخ كما يحبوا من أجل مصلحة الأندية الأوروبية بسبب اللاعبين الذين ينشطون في هذه الأندية. تعيين القوانين كي تخرج في أوروبا تقعد في إفريقيا أكثر من 15 سنة 20 سنة لا تتغير. لا تتغير. صحيح. نعم، نعود إلى اللقطة التي حدثت أثناء التوقف بعد الدقيقة 90 بين كلود لوروا المدرب الشهير الذي فاز بكأس أفريقيا مع المنتخب الكاميروني عام 1988 إن لم تخني الذاكرة، وساديو ماني قائد المنتخب السنغالي. في تلك اللقطة ساديو ماني هو الذي قال لكلود لوروا، قال له: نحن نحتج على الظلم التحكيمي وندد به، لأنه من غير المعقول أن لا يقوم حكم الفار بتنبيه الحكم الرئيسي أن الهدف الذي سجلناه هو هدف شرعي. يعني تعجب من عدم عودة الحكم إلى غرفة الفار من أجل إعادة مشاهدة لقطة الهدف، ولو عاد وشاهد الهدف كان سيكتشف بأنه لم يكن هناك أي خطأ يدعو لإلغاء هذا الهدف. كلود لوروا أجاب ساديو ماني وقال له: للأسف الشديد في كرة القدم تحدث مثل هذه الأمور، وأنصحكم بأن تعودوا إلى أرض الملعب خلينا نقول من البداية كده وبوضوح إن اللي بيحصل في المغرب في ملف كرة القدم مش مجرد صدفة ولا ضربة حظ ولا مجاملة من أي جهة. ده قصة شغل سنين طويلة وتخطيط وصبر واستثمار حقيقي في الرياضة وفي البنية التحتية، صناعة صورة بلد كاملة قدام العالم كله. المغرب بقت بتشتغل بعقلية دولة عايزة تكون مركزة كروي عالمي، مش مجرد منتخب بيشارك في بطولات وخلاص. المغرب اشتغلت على كل التفاصيل، من أصغر ملعب تدريب لحد أكبر استاد في القارة، من أصغر أكاديمية لحد أكبر مشروع رياضي وسياحي مرتبط بكرة القدم. وده اللي خلى فكرة تنظيم كأس أفريقيا 2028 في المغرب
تبان طبيعية جدا ومنطقية جدا لأي حد بيتابع المشهد الإفريقي والعالمي بعين موضوعية. صديقي العزيز، المغرب من سنين وهي بتبني منظومة رياضية متكاملة، مش مجرد استادات وخلاص، لكن منظومة فيها رؤية، فيها هدف، فيها رسالة واضحة إن الرياضة جزء من قوة الدولة الناعمة، وجزء من الاقتصاد، وجزء من السياحة، وجزء من صورة البلد قدام العالم. وده ظهر في كمية المشاريع الضخمة اللي اتعملت في وقت قياسي وبجودة عالمية، خلت أي لجنة تقيم تشوف الفرق الكبير بين بلد جاهزة من دلوقت وبين بلد لسه بتقول هنبدأ نجهز. لو اتكلمنا عن الملاعب هنلاقي ان المغرب دخلت مرحلة جديدة تماما في تصميم وبناء استادات ملاعب ضخمة حديثة بمواصفات الفيفا والكاف. والكاف بقى فيها أحدث أنظمة الإضاءة والبث التلفزيوني والتأمين والجماهير والخدمات والمواصلات. كل ملعب بقى مشروع متكامل حوالين الاستاد، فنادق، طرق، قطارات، مطارات، خدمات طبية، مناطق جماهيرية، كل التفاصيل اللي بتخلي أي بطولة تتحول لاحتفالية كروية حقيقية، مش مجرد ماتشات بتتلعب وخلاص. المغرب فهمت ان البطولات الكبرى مش مجرد 90 دقيقة على أرض الملعب، لكن تجربة كاملة للجمهور والإعلام والمنتخبات والرعاة والسياحة. وده اللي خلى الاستعدادات تبقى شاملة البنية التحتية للنقل، تطورات بشكل ضخم، قطارات سريعة بتربط المدن، طرق حديثة، مطارات متطورة قادرة إنها تستقبل أعداد كبيرة من الجماهير في وقت قصير. وكل ده بيقلل الضغط ويسهل الحركة ويخلي البطولة تبقى مريحة وآمنة لكل اللي بيشارك فيها. جانب الأمن كمان نقطة قوية ونقطة قوة كبيرة في المغرب بقت عندها خبرة ضخمة في تأمين الأحداث الكبرى والبطولات الدولية، وده عنصر أساسي في تقييم أي دولة بتنظم بطولة قارية أو عالمية، لأن سلامة الجماهير والمنتخبات والإعلام أول حاجة بتفكر فيها أي جهة منظمة. المغرب أثبتت إنها قادرة إنها تدير أحداث كبيرة بنجاح وتنظيم عالي المستوى، وده عنصر ثقة مهم جدا. صديقي العزيز، لو بصينا على الأكاديميات وتطوير الملاعب هتفهم الصورة أكبر وأكتر. المغرب استثمرت بقوة في تكوين جيل جديد من اللاعبين من سن صغير، أكاديميات حديثة، برامج تدريب عالمية، تعاون مع مدارس كروية أوروبية، اكتشاف المواهب في كل مناطق البلاد. كل ده خلق قاعدة كبيرة من اللاعبين الموهوبين اللي بيظهروا بقوة في البطولات القارية والعالمية، وده انعكس على قوة المنتخبات المغربية في مختلف الفئات السنية. نجاح المغرب في السنوات الأخيرة في كرة القدم مش وليد صدفة ولا لحظة، لكن هو نتيجة مشروع طويل المدى بدأ من سنين، هدفه رفع مستوى الكرة المغربية على كل المستويات. وده اللي خلى المغرب تبقى مثال في التخطيط الرياضي داخل إفريقيا، بلد بتشتغل على المستقبل مش على الحاضر، بلد بتبني لسنين جاية، بتستثمر في الرياضة كجزء من التنمية الشاملة. تنظيم بطولات زي كأس إفريقيا محتاج دولة جاهزة ماليا وتنظيميا ولوجستيا وإعلاميا وسياحيا. المغرب قدرت تجمع كل العناصر دي في وقت واحد، وده بيخلي الملف المغربي قوة ومقنع لأي لجنة تقييم، لأن النجاح مش مجرد وعود لكن واقع موجود على الأرض. مشاريع خلصت، مشاريع خلصت وملاعب اتبنت وخطط اتنفذت وشبكة نقل اتطورت، وده بيدي ثقة إن البطولة هتكون ناجحة من أول يوم. المغرب كمان بقت واجهة سياحية عالمية معروفة، وده عنصر مهم جدا
لأن البطولات الكبرى بتعتمد على حضور الجماهير والسياح والمشجعين من مختلف دول العالم. البنية السياحية القوية من فنادق ومنتجعات ومطاعم وخدمات بتخلي تجربة البطولة متكاملة ومغرية لأي مشجع يفكر يسافر ويحضر المباريات ويعيش الأجواء. التنظيم الناجح لأي بطولة بيحتاج خبرة. المغرب عندها سجل قوي في استضافة بطولات وأحداث دولية، وده بيضيف ثقة كبيرة إن البطولة هتدار بشكل احترافي، لأن التجربة موجودة، الخبرة موجودة، الكوادر موجودة، وكل ده بيقلل المخاطر ويزيد فرص النجاح. الاستثمار في الإعلام الرياضي كمان كان واضح. المغرب فهمت أهمية الصورة والبث التلفزيوني والتسويق الرياضي، اشتغلت على تطوير البنية الإعلامية والتقنية عشان تواكب المعايير العالمية، وده عنصر أساسي لأي بطولة كبيرة بتكون واجهة للقارة قدام العالم. ونجاح التغطية الإعلامية بيكون جزء من نجاح البطولة نفسها. الاقتصاد الرياضي في المغرب بقى جزء من الاستراتيجية الدولية. الاستثمارات في الرياضة خلقت فرص عمل، شجعت السياحة، وزادت من قيمة العلامة الرياضية للمغرب على المستوى الدولي. وده بيخلي تنظيم بطولة كبيرة خطوة منطقية ضمن مسار اقتصادي ورياضي واضح. كل العناصر دي لما تتحط جنب بعض بتدي صورة كاملة ليه المغرب مرشحة بقوة لتنظيم كأس إفريقيا 2028. صديقي العزيز، الموضوع مش منافسة عاطفية ولا جدل إعلامي. الموضوع ببساطة جاهزية على أرض الواقع، مشروع رياضي واضح، المعالم والاستثمارات الضخمة اللي هتتصرف عشان اللحظة دي. اللي بيحصل في المغرب نموذج لدولة قررت تستخدم الرياضة كوسيلة للتقدم وبناء الصورة الدولية وتعزيز الاقتصاد وتنمية الشباب، وده بيظهر في النتائج على أرض الواقع، الملعب، وفي الثقة الدولية، وفي الإشادة المستمرة بالبنية التحتية والتنظيم الاحترافي. بكده أكون وصلت لنهاية الحلقة النهاردة. فلو عجبك الفيديو بالله عليك اعمل لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وقول لي من وجهة نظرك في التعليقات، هل المغرب تستاهل إن هي تنظم كأس الإفريقية 2028 ولا لا؟ قول لي رأيك في الكومنتات، وشكرا لكم. سلام عليكم.